لو انت بتخطط للهجرة لاستراليا، ركز معي جدا في الخبر ده. إدارة الهجرة الأسترالية أعلنت إنه الجولة الجاية من دعوات فيزا الإقامة الدائمة 189 حتكون يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026. عشان كده لو ناوي تنافس في الجولة الجاية لازم تبدأ تجهز ملفك وترفع نقاطك من الآن. أبدأ بمراجعة نقاطك وشوف كيف ممكن ترفعها، سواء كان عن طريق تحقيق درجة أعلى في اختبار الPTE أو اجتياز اختبار الناتي CCL اللي بيديك 5 نقاط، أو الحصول على 10 نقاط من الشريك، 5 منهم عن طريق الPTE و5 عن طريق تقييم المهنة للشريك. كمان ضروري تتأكد إنه الإكسبريشن أوف انترست أو EOI بتاعك مقدمة فيه كل البيانات صحيحة وكاملة ومحدثة حتى تاريخ الراوند. وطبعا تقديم EOI ما معناه إنك ضمنت الدعوة، لأنه الاختيار بيعتمد على نصيب مهنتك من الراوند وعدد نقاطك والمنافسة في الجولة. عشان كده أبدأ من الآن، حاول ترفع نقاطك بكل الطرق المتاحة لك وخلي ملفك جاهز للمنافسة في الجولة الجاية. ولو محتاج درجة أعلى في الPTE أو ناوي تضيف 5 نقاط من الناتي CCL، املى الفورم الموجود في أول تعليق وحنساعدك في خطواتك الجاية. كان معكم رضا القاضي، وسلام.